حان وقت النحيب يا نجيب. عاطف نجيب ابن خالة بشار الفار الذي فعل الأفاعيل بدرعا في بداية الثورة في قبضة جهاز الأمن العام. لقد جاء وقت الحساب يا قاتل حمزة الخطيب، جاء وقت الحساب يا صاحب عبارة انسوا أطفالكم المعتقلين عندي وجيبوا غيرهم. ويمكن أن نقول اليوم للشهيد حمزة الخطيب أن يبشر أطفال درعا الشهداء قريبا ستحصلون على حقكم من هذا السفاح. مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية مصطفى كنيفاتي أعلن اليوم وقال: بعد عملية استغرقت أكثر من 10 أيام من تعقب عاطف نجيب بعد أن انتقل من دمشق إلى منطقة ريف جبلة، تم نصب كمين بالقرب من بلدة الحفة والإيقاع به. عاطف نجيب أحد أبرز المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري. نجيب وضباط آخرون يحاولون الفرار من سوريا من خلال طرق التهريب. وأضاف: عاطف نجيب كان متوار عن الأنظار منذ سقوط نظام الأسد وأمثاله لم يأتوا إلى مراكز التسوية، وآلية محاسبة مجرمي الحرب في سوريا ستتم عن طريق المحاكم وليس بشكل عشوائي. ما أن انتشرت أخبار إلقاء القبض على عاطف نجيب ابن خالة بشار الفار حتى اشتعلت الأوساط السورية فرحا، فقد استذكر السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجرائم التي ارتكبها نجيب على مدار سنوات حكم الأسد، خصوصا مع أهالي درعا، والتي أشعلت فتيل الثورة السورية. كما أكدوا أن مثل هذه الإجراءات تعد بمستقبل أفضل، خصوصا أنها الطريقة المثلى للعدالة الانتقالية التي يحلمون بها عبر معاقبة كل فلول النظام البائد ومرتكبي الجرائم بعد التحقيق معهم وإدانتهم بالطرق الشرعية. كذلك أعاد الخبر إلى الأذهان اسم حمزة الخطيب، خصوصا بعدما ذكره الرئيس السوري أحمد الشرع وحيدا بكلمته أمس حينما أكد أن النصر جاء بدمائه. وهنا لا يمكن أن ننسى الطفل ذا 13 عاما الذي قضى تحت التعذيب بفرع الأمن السياسي في درعا عام 2011، ويعتبر الخطيب أحد أبرز أيقونات الثورة السورية بعد أن قتل على يد قوات عصابة أسد عام 2011 بسبب خروجه بالمظاهرات، فعاد إلى أهله جثة هامدة غيرت ملامحها آثار التعذيب ومعه 3 رصاصات متفرقة في جسده. أخيرا يجب أن نقول لعاطف نجيب الذي تصدر المشهد عام 2011 وارتكب جرائمه في سوريا عموما دفاعا عن رئيسه الفار بشار، ويجب أن نقول له: بالرغم من قربك من بشار الفأر وتعتبر ابن خالته، وتعتبر أيضا من دافع عنه من خلال سفك دماء السوريين، اليوم بشار الأسد وبعد أن فر من سوريا تركك لنا وللسوريين ولعدالة المحاكم إن شاء الله، وحسابك بات قريب، وستدفع فاتورة تعذيب التلامذة واقتلاع أظافرهم، وستدفع أيضا فاتورة الكلمات التي خرجت من فمك في بداية الثورة السورية عندما طالب أهالي هؤلاء الطلاب بأطفالهم. وما حدث من اعتقال اليوم سيفتح الباب خلال المرحلة المقبلة لاعتقال شخصيات أخرى متورطة في تعذيب وارتكاب جرائم ضد السوريين منذ عام 2011 إلى أن نصل إلى مرحلة يمكن أن نجلب فيها بشار الفأر شخصيا من موسكو لمحاسبته في سوريا. لكن هنا يجب أن نقول للقيادة وللمحاكم السورية أن أسلوب محاكمة وتطبيق العدالة على المجرم عاطف نجيب لا يجب أن تكون ضمن بنود قانونية دستورية معروفة ضمن القانون السوري، بل يجب أن تكون لدينا أساليب مختلفة لمحاسبة هؤلاء، ويجب أن نبدع فيها. على أقل تقدير أن نتركه حيا ونضعه في وسط العاصمة السورية دمشق تحت حماية مشددة على الأقل لمدة شهر، وليمر كل السوريين ممن تأذوا من نجيب وأمثاله ويبصقوا عليهم واحدا تلو الآخر، وفيما بعد نرى أسلوبا آخر للانتقام من هؤلاء، لأن عملية إعدامهم مثلا أو سجنهم أو تطبيق أي عقوبة عليهم بشكل سريع يعتبر رحمة تجاه هؤلاء، ويجب قبل تطبيق العدالة أن يتم تطبيق أمور أخرى. فعلى أقل تقدير يجب أن يتنقل بين كل المحافظات السورية لكي يبصق عليه
عموم السوريين. نتمنى إن شاء الله خلال الفترة المقبلة إلقاء القبض على المزيد من المجرمين والسفاحين بإذن الله تعالى. إلى هنا انتهت إضاءتنا أخوتي المستمعين، أدعوكم للاشتراك في القناة والانضمام إلى قناتنا في تليجرام، ستجدون الروابط في وصف الفيديو والتعليق الأول. يمكنكم أيضا مشاركة الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي لدعم المحتوى. أترككم بحفظ الله ورعايته إلى لقاء آخر، والسلام عليكم.